السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بدون سحر ولا شعوذة هنعمل صينيتين في صينية واحدة، أكلتين في نفس الصينية، هنرضي كل الأذواق. صينية كوسة بالبشاميل بس في نص الصينية، وصينية لحمة مفرومة بالبتنجان مسقعة بالبشاميل بس في النص التاني. ازاي؟ هنشوف مع بعض. دي الكوسة شايفة جميلة ازاي وغنية، ودي المسقعة شايفة في منتهى الجمال ازاي زي الزبدة، وعلى وشها طبعا رشة الجبنة في منتهى الجمال وبتدي ريحة حلوة وبتدي غناوة ليها. ده البتنجان اهو شايفة قدامك في منتهى الجمال وريحته قلب الدنيا. اتمنى تعمليها بطريقتي وتجربيها وهتعجبك ان شاء الله. انا طبعا بوريك الاول قلبها عامل ازاي، مليان لحمة ومليان غناوة ومليان بشاميل، يعني بتبقى مخدومة وجميلة وطعمها مسكر ومزبد وزي الفل. انا هنا جبت معلقة زبدة فلاحي، انت هاتي اي مادة دهنية انت عايزاها، وحطيتها في الصينية بتاعة الكريب. هي اصلا بتاعة كريب بس انا من حلاوتها ووسعها بستخدمها في معظم الحاجات، الاسم بس عندي بتاعة كريب لكن انا بستخدمها في حاجات كتير قوي. حطيت معلقه زبده كده كبيره، وهحط فيها ان شاء الله الكوسه، اشوح فيها الكوسه مع البصلايه اللي انا بنزلها دي. انا طبعا جبت كوسه ملحمه كده، وقطعتها ونضفتها وغسلتها كويس وصفيتها، وجبت بصلايه اهي على النار بشرتها في الكبه، ضربتها في الكبه واقلب فيها كده. انا مش عايزاها تاخد لون، عايزاها بس ايه تدبل شويه كده. وفي الطاسه التانية هعمل اللحمه المفرومه، جبت برضو حته زبده وايه هنزل عليها بصلايه، بس دي بقى عايزاها تاخد لون شويه كده علشان هنزل اللحمه المفرومه بتاعه العصاج. حطيت بصلايه برضو وهقلب فيها كده، يعني هنا بصلايه وهنا بصلايه، وانا بقلب في دي شويه وفي دي شويه، يعني الاكله كلها بتبقى ايه بتطلع معايا في مع بعضها يعني، بس هي بتاخد غلبه شويه بس بتبقى اكله تحفه يعني. يعني حد بيقول انا عايز كوسه، حد بيقول انا عايز بتنجان، فانا قلت لهم هعمل لكم الاكلتين في نفس الصينيه ان شاء الله وهنرضي جميع الاذواق. هنا هقلب بقى، حطيت شويه فلفل اسمر وشويه ملح على البصلايه بتاعه العصاج، وهنا برضو لازم انزل شويه ملح برضو وشويه فلفل علشان انزل الكوسه. ادي شويه فلفل اسمر وشويه ملح، وهقلب بقى طبعا في دي وهنزل فيها الكوسه على طول قبل ما تلون. في الصينيه بتاعه الكريب دي اللي هي بيقولوا عليها الكريب لكن انا بستخدمها في كل حاجه. نزلت الكوسه يعني كميه مش كبيره قوي علشان هي دوب على قد نص الصينيه، انا مش ما جبتش كتير، قطعتها وغسلتها عاملاها كده بالورب كده عشان يبقى شكلها حلو. وهقلب فيها بقى كده، انا مش على عين طبعا عاليه، انا مش عايزاها تجيب ميتها خالص. هنا اللحمه هنا بتاعت العصاج لونت كده شويه، نزلت فيها اللحمه، نزلت في الطاسه اللحمه. ده حوالي نص كيلو لحمه للاكله كلها، بيعمل صينيه كبيره وجميله. وممكن لحمه اقل من كده كمان، بتزودي بصل بتزودي جزر، بس يعني ده كان متاح عندي فعملته. الكوسه اهي شغاله على الناحيه التانية على عين عاليه، مش عايزاها زي ما قلت لكم تجيب ميتها خالص. حطيت ملح وفلفل اسمر وبصلايه، مش حاطه اكتر من كده. وادي اللحمه اهي شغاله فكت من بعضها، وبرضو على العين عاليه، مش عايزاها تجيب برضو ميتها. في الاثناء دي ضربت طماطمتين كده في الكبه ونزلتهم على اللحمه، يعني من غير ميه خالص علشان عايزاها ايه تسكر اللحمه، مش عايزاها يبقى فيها، مش عايزاها تبقى وتنشف، مش عايزاها تبقى يعني فيها ميه كده كتير. لازم الطماطم تبقى نازله كده من الكبه ومعاها فلفل حامي، نص قرن فلفل حامي كده، بيديها برضو حرقيه جميله كده وبتبقى طعمه. رشه سكر كده بسيطه نزلتها علشان الطماطم طبعا بتخلي الاكله حلوه، بدل ما تضيفي مكعبات ماجي او اي حاجه. انا طبعا انتوا عارفين انا ما بفضلش الحاجات دي خالص، بحبهاش في اكلي خالص. هنا بقى هعلي برضو على العين علشان خاطر تشرب الميه اللي موجوده دي، انا مش عايزاها خالص علشان
الكوسه ما تجيبش ميتها، وتبقى الصينيه يعني فيها ميه كده ما تبقاش حلوه. انا بقى برضو في الصينيه بتاعت الكريب دي اللي مسمينها الكريب، لكن انا زي ما قلت لكم بستخدمها في كل حاجه. هشوي فيها البتنجان، حطيت رشه زيت بسيطه كده، وهحط فيها البتنجان كله. يا دوب انا عايزاه كده فاتح، بيبقى مسكر، مش عايزاه يبقى ايه يعني لونه مقلوح كده، عشان ما يغمقليش الاكله، والاكله تبقى مسكره. يعني الخضار بتاع الاكله يبقى مسكر معايا. كل الخضار برضو مش عايزاه يبقى يعني واخد لون خالص، يا دوب متشوح كده. الكوسه شغاله على الناحيه التانية، او البتنجان كده دبل. مش طبعا انا البتنجان ده غسلاه ورش عليه ملح، وسايباه بتاع حوالي نص ساعه كده علشان ينزل كل الميه اللي فيها. انا حطيت هنا معلقه زبده كبيره، وهعمل بقى البشاميل. حطيت معلقتين 3 كده علشان خاطر اعمل البشاميل دقيق وزبده. طبعا البشاميل بتاع صينيه الكوسه بالبشاميل او البتنجان بالبشاميل مسقعه يعني بيبقى تخينه، علشان خاطر ما تنزلش بين الخضار وتغطس تحت. يعني لما تبقى تقيله تبقى عايمه على وش الصينيه من فوق، تبقى راكزه على وش الصينيه اللي هو ايه البشاميل، يعني لازم يبقى تخين شويه. هنا هي اللحمه المفرومه نشفت وسكرت طبعا من الطماطم وقرن الفلفل اللي انا حاطاه. طبعا هنا الدقيق عاوز سمنه تاني، انا كنت عاوزه يعني اكتفي بكده، لكن هو الدقيق عاوز سمنه تاني، كنت عاوزاها تبقى خفيفه يعني شويه، لكن هضطر انزل برضو معلقه سمنه كمان علشان الدقيق يفك معايا. طبعا اللي دبل ده انا بشيله بحطه فوق بعضه كله، علشان ايه يعرق من بعضه ويدبل اكتر ويستوي اكتر، يسوي بعضه يعني البتنجان. احط الكميه اللي فاضله عندي برضو في الحته اللي بتفضى، بحط مكانها علشان الاكله تخلص مني بسرعه ومحدش يستعجلني. حطيت بقى حته زبده كمان، واضطريت ان انا استخدم المضرب علشان يفك مني الدقيق. انا ما كنتش عايزاه يعني احط زبده كتير، انا في ايدي ان انا احط زبده على قد الدقيق، هيبقى سايح معايا خالص، وهنزل اللبن وهيبقى معايا بسهوله، بس انا مش عايزاها تبقى تقيله يعني. ولذلك انا بشوي البتنجان، وبرده الكوسه مش حاطه لها سمنه كتير. حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر في البشاميل، واقلب بقى فيها كده، هتفك معايا واحده واحده الايه اللي هو الدقيق مع اللبن وايه وهتخلص معايا البشاميل كده من غير ما تبقى مجلكعه ولا حاجه. كل ما يخلص بتنجان كده وياخد لون بسيط بشيل واحطه على بعضه علشان يعرق ويطرى اكتر، ويبقى مسكر، ما يبقاش ايه مقدوح كده ومحروق ومرر في الصينيه. شايفه البشاميل انا بوريهولك تقيل ازاي، مش عايزه يعني قوامه يكون خفيف. ادي الكوسه طلعتها طبعا برضو حطيتها على بعضها عشان تعرق اكتر، وادي البشاميل. هطبق بقى الاكل على بعضها، ودي الجبنه اللي انا احطها على وش الصينيه. هجيب معلقتين 3 كده بشاميل، احطهم في قاع الصينيه كده، جميله جدا، جربيها. وبرضو يعني انت ممكن تجربيها تعمليها بتنجان خالص، كوسه خالص، بس انا كان عندي حد عايز بتنجان وحد عاوز كوسه، فقلت لهم هعمل لكم الصنفين في نفس الصينيه ان شاء الله. وده ما اختلطش بده ولا حاجه، وفي منتهى الجمال، كل حاجه محتفظه بطعمها. يعني انا دايما بحرص على ان انا اعمل لهم اللي هم عاوزينه، لان في ايديا وحاجه سهله يعني وببسطهم. الناحيه التانية هنزل الكوسه برضو اهو في نص الصينيه التاني، بالبصل بتاعها بكل حاجه، بيسكرها وبيخلي ريقها زي العسل. نزلت الكوسه، واخده طبعا دبلانه يعني، بس مش مستويه اول واخر. هنزل بقى نص كميه اللحمه، انا عندي نص كيلو لحمه طبعا وافي معايا خالص في الصينيه. هنزل النص هنا والنص هنا علشان يبقى نحكم بالحق، ما نرضيش حد على حساب حد. هي الحمد لله مقضيه ووافيه يعني، الحمد لله جميله. عايزه اقول لكم الصينيه دي ما باتتش والله، خلصت على طول وفي ساعتها. حطيت كوسه، حطيت لحمه، وبعدين احط جزء الكوسه اللي فاضل على وش الصينيه.
وهنا احط برضو الجزء البتنجان اللي فاضل على الوش النص التاني بتاع الصينيه اهو. شايفه برصها كده علشان البشاميل ما يبقاش معايا عالي وواطي، وتبقى على طول كلها مستوفيه ومستويه كده وجميله. شايفه البشاميل تقيل ازاي، علشان ما ينزلش ويعمل لي ايه معايا، ما يعني ينزل في قاع الصينيه، لا هيركز فوق على وش الصينيه. البشاميل الخفيف بيبقى مع النجريسكو، بيبقى مع الحاجات الايه اللي هي انت عايزه البشاميل ينزل للصينيه، لكن انا هنا عايزه البشاميل يبقى في القاع، يبقى على الوش كده، فبخليه تقيل شويه. شايفه البشاميل راكز معايا على وش الصينيه. وارش بقى جبنه. الجبنه دي بتبقى غنيه وبتخلي الصينيه ريحتها جميله قوي، وبتسيح برضو مع البشاميل، بتدي ريحه وطعم في منتهى الجمال. اي نوع جبنه عندك، رومي، شيدر، اي حاجه ان شاء الله، حتى لو مثلثات لو بتقطعيها كده، حته قشطه، اي حاجه تبقى في جميله. جربيها هتعجبك. وادي الشكل النهائي للاكل. عملنا كده كام قطعه بانيه. وادي الصينيه اهي بعد ما طلعت من الفرن. شايفه الجبنه فيها مخلياها ذهبي وجميله ازاي. وعملت معاها رز ابيض. بيفضلوا معاها الرز الابيض علشان بيبين طعم الاكل نفسه. شايفه الكوسه مزبده وجميله ازاي. خضار هي انت بتحليه وبتجمليه وبتزودي قيمته الغذائيه بالبشاميل. يعني ادي كوسه وبتنجان وطماطم وبصل وفلفل ولبن وحاجات كده جميله كلها من البيت. انت بتجمليها لهم، بتوصلها لهم في صوره جميله وفي صوره هما بيحبوها. ادي البتنجان كله حديد وفوائد. في طبعا ناس بتحبه بالرز وفي ناس بتحبه بالعيش. احنا طبعا بنرضي كل الاذواق اللي هم عايزينها. اكله جميله ومشبعه وطعمه في منتهى الجمال. جربيها بطريقتي وان شاء الله تعجبك. وامشي بس على الخطوات هتلاقيها لذيذه وحلوه. بصي الكوسه برضو مزبته كده وجميله. واعملي برضو الاتنين كده في نفس الصينيه ان شاء الله تعجبك. واشوفكم في فيديو جديد مع اكله جديده. مع السلامه.